بعد ما خلص معنا كانت ساعة إلا 5 دقايق كده أهو. نبدأ بدأ يستوي. استوى حيدو. شايفين؟ أهو. اللهم صل على النبي. نحطه في مصفى زي ما انتم شايفين، نصفي منه المية الزيادة اهو. كيلو ما شاء الله بعد تطلع كده لك بعد ما كتير. يبرد بشوية اللي عايز يحمر لو في زيت جبتي كيلو، يحمر. لو جبتي كيلو كيطلع لك كتير. احنا خدنا نص الكيلو يا جماعة. شايفين؟ ما تحاولوش الحمد لله يعتبر مفيش حاجة ضربت عشان خرمناه. وهو هذا المنبر ديالنا. ان شاء الله تكون الوصفه ديال اليوم عجبتكم وتحاولوا تجربوها. انا كنهضر مع المغربيات يحاولوا يجربوها لان هي وصفه مصريه. يحاولوا المغربيات يجربوها وما تنسولوش من اللايك والشير هي تعودت بقى تعملها وبدات تاكل منها. واشتراك في القناه. السلام عليكم ورحمه الله. خشوا بقى اتفرجوا على ايه؟ على الفيديو المقادير وطريقه العمل. السلام عليكم. السلام عليكم متابعيني متابعاتنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اليوم غنديروا لكم المنبر. انت مالك مال المنبر؟ تعرفوا في المنبر؟ معلومه عرفت. بتعملوه عندكم؟ ما بعملش عندي. ما تعمليش عندكم؟ قولي لجوزي علمني المنبر. ما لازم تقولي كده. لا انا اتعلمت المنبر. صح اتعلمته يا جماعه. شافتني مره بعمله. يعني انا ما بكذبش. انا اتعلمت. واحنا في المطعم عملناه فايه اتعلمته. ماشي. على بركه الله. هلا اللي عندنا في المنبر هنحتاجوا الرز على حساب المنبر فين طيب؟ ها هو. ايوه هو ده المنبر يا جماعه. المنبر ده قولوا لهم ده ايه اصلا المنبر؟ مش تقولي الناس ده المنبر مصران. المغاربه مثلا المصران. هذا المنبر المصران بتاع ايه؟ بتاع الجاموسه. بتاع البقره او الجاموسه بتاع كتجيبيه مش الخروف. مش الخروف كيكون صغير ما يصلحش. يعني صعب. هذا شوفوا كبير. كتجيبيه كتغسليه كتقلبيه وتحطي ليه ميه ويتنضف من جوه الملح والخل. وتكحتيه بظهر السكين بظهر الموس. تكحتيه بظهر الموس مزيان تكحتيه. ماشي. وده هيتحشي بقى ويتحط في الميه المغليه. هيتحشي رز. وانا نوريكم والخلطه بتاعته الحشوه اللي غنحشوه بها. احنا بنعمله ني في ني يا جماعه. يعني معناها الطماطم بتبقى صحيحه. الطماطم احنا عندنا تقريبا واحد ربع تاع طماطم. الرز قد ايه قلنا؟ الرز يعني 3 كوبايات 4 كوبايات على حساب. انا عيني ميزان. صوري الكيلو. المنبر ده انا جايبه ايه؟ جايبه كيلو. بعد ما هو متنضف كمان. جايبه متنضف والله زي ما بقول لكم. جايبه متنضف. المفروض كيلو. وزنته اما جيت البيت لقيته كيلو. لسه بقى بننضفه بقى تنظيف خفيف وننزل منه ايه؟ لو في اي حاجه خفيفه اللي نزل. وحطيته في المصفى. حطيته في المصفى صفى الميه. طلع ربع كيلو. يلا صوروا بقى. يعني معناها مكان مليان ميه. مليان ميه. يعني الكيلو طلع ربع كيلو زي ما انتم شايفينه كده. والله العظيم. عندنا الطماطم الاول. حطينا الطماطم. عندنا هذه الشبت والقزبر. خضره بنسميها خضره. كزبره وبقدونس. يعني كثيره. يعني تقدري ديري واحده. ماشي. انا حاطه في حيت طلعان مجمد من الفريزر. عندنا البصل المفروم او مضروب يعني فارمه في المفرمه. كله بالتقدير كده حوالي. ما كانش عندك مفرمه تقطعي مكعبات صغيره. كله بالتقدير. انا فارمه في الوحده ديال الحراق فلفل حار. فلفل حار تدي طعم حلو. احنا كنديرو كنحطو. عندنا الرز تقريبا واحد 3 كوبايات. واحد 3 كيسان. واحد 3 ديال الكيسان. ثلاث كوبايات يعني يا جماعه. كيسان يعني كوبايات. كلمة كاسة. كوباية عندهم اسمه كاس. ولازم يتخلط الشي مزيان مع بعضيات. ماشي. بصل والطماطم والخضرة. الأربع حاجات مع بعض. دول أساسي. هادو من كده لسه عايز طماطم. يعني هذيك الشاشة ما كنحطش طماطم كلها. يبان اللون. الطماطم اللي كانت عندك الطماطم العلبة ديال يعني طماطم مركزه او طماطم كحك حطي باش تحمروا. عندك البابريكا او التحميره حطي معلقه بالتحميره باش تحمروا.
شايفين يا جماعه؟ بقت شاطره. عندكم الممبار بتعملوا بيه حاجه؟ بقى بترموه؟ لا ما بنرموش، ولكن ما بي مش احتياجه. ما بنحتاجوش. بس اكيد بيعملوا بيه سجق ولا حاجه. نكملوا هاد البصله حتى هي، حيت تيبغي البصله مزيان. هو يحب البصل والخضره والطماطم. والطماطم. دي مهمين جدا، بيدوا طعم حلو جدا. وغادي نحطوا العطريه ديالنا. يلا لمي بقى. العطريه اشنو فيها؟ الثوم، حطي الثوم. انا جايبه واحد المعلقه ديال الثوم صغيره، حتى تيجي فيها الطعم ديال الثوم. ثوم مفروم. ثوم مفروم. ماشي. نحطوا واحد المعلقه ديال الكمون. كمان معلقه صغيره. ماشي. والثانيه برضك كزبره. نحطوا واحد المعلقه ديال العطريه ديال كزبره ناشفه. العطريه ديال المحشي. خلطة المحشي. هي بحال قلتوا هادشي هاد العطريه خلطة المحشي جامد. بحال قلتوا راس الحانوت. عندنا راس الحانوت كذا حاجه. معلقه كبيره. نحطوا واحد شويه ديال البزار، معلقه ديال فلفل اسود مطحون. حطي واحده ثانيه حيت حاطه الفلفل حراق. قبل عيش بلاش. مش حطيت كتير فلفل حراق، هو كله بينزل في الميه كده. عندنا الملح. ملح على حسب الذوق. معلقه ثانيه عشان الرز بس. حندوقو. دوقيه ما جاتش تعاودي تحطي فيه ثاني. ماشي. عندنا الزيت، كوبايه زيت مهم، او كوبايه الا ربع، نشوف اللي حسب ما يلمع معانا. ماشي. كاس ديال الزيت عامر. ودابا شنو ناقصو شويه خضره، غنزيدو شويه خضره ثاني. شويه خضره، ممكن شويه رز ثاني. لا خضره. شوفي اللون بيبان يا جماعه. عايزه خضره ثاني. عاوزه الخضره. غنجيبو شويه ديال الخضره ونرجعو معاكم. وبعد ما عملناه غنبداو نعمرو فيه او نحشو فيه. ايوه. شوفوا بقى بتدخل صوابعها ازاي، وريهم بتدخلي صوابعك ازاي. الناس بقى المغاربه ادي صباعين كده. علمناهم الشحاته سبقونا على الابواب. عارفين المثل ده يا جماعه؟ شايفين؟ ما تمليش قوي بقى، تملي جزء من هنا. هو الممبار يا جماعه متقطع 30 سم. انا مقطعاه، هو راه تيجي طويل ولكن تقطعيه على حساب اللي انت افرديها بقى. ايوه شايفين. ما تمليش قوي يعني، افردي زي ما كده. عملت واحده هنا اهو. احنا حاطين بنعملوا معاكم الحاجه يعني قدامكم. ايوه على الطبيعه. قللي عشان ما. لا مقلل. كمان كل ما يتقلل شويه عشان الرز بينفش يا جماعه مع الطماطم. بيعمل ميه كتير جوه. غير بقى بعد ما نخلص دول هنخرمهم بالابره دي. نخرم كده باش يدخل لهم الهواء. عشان الميه تخرج والهواء يخرج اهو. ماشي اهو. شايفين اهو بالابره كده. هما كده الابره اهي. يعني هو التجهيزات هنعمل لكم واحد تاني. التجهيزات ديالو مهمه يعني. غير بقى الميه على النار. ميه بتغلي دلوقتي. طماطم مركزه. حطوا طماطم مركزه باش تحمروا ليكم. لو معجون طماطم. حط. بس حلوه الطماطم دي. الطماطم انا جايبها حمراء. لازم تكون عندك طماطم حمراء. نملى من هنا شويه ومن هنا شويه في الايه. الحته بتبقى قد الدراع. يعني حته مقطوعه قد الدراع. دول لهم بقى قالوا المغاربه. ايوه. احنا قلنا المغاربه يعملوا الاكل المصري والمصريين يعملوا الاكل المغربي. جيبوا المصران. تبادل ثقافات غذائيه. جيبوا المصران من عند الجزار. ايوه. شوف بتعملوا ازاي بقى. وتعمروه بالخلطه. هذه الخلطه، ولكن قلت لكم المصران جيبوا. كفايه ما تحطيش تاني. افردي. شوفي قد ايه من هنا. شويه. طيب عشان ما يبقاش كتير. جيبوا المصران من عند العطار. من عند الجزار. وتحشوه. فضي. راه فاضي يعني. شفتي راه فاضي. جيبوه من عند الجزار وتغسلوه. تحطوا ليه شويه الميه والملح
والخل، وتخلوه شويه وبعدين تقلبوه وتبداو تكحتوا بالظهر ديال الموس. شويه نخلصوا ونرجع لكم تاني. ملي نحطهم في ملي غنحطوهم في يغلي معنا الميه نرجعوا معكم. بعد حنا ما حشينا الممبار ديالنا غادي نخرموه قبل ما نحطوه، عشان نخرج منه يا جماعه الهواء، قبل ما نحطوه في الحله الماء لازم الميه تكون مغليه. تخليه تقريبا ساعه الا ربع، وساعه ل 10 دقايق كده حسب اللي ايه بنشوفه. ساعه الا ربع، ساعه الا 10 دقايق، او نطلع واحده ونشوفها استوت ولا لا، وغنرجعوا معاكم نخلوه تا يستوي ونرجعوا معاكم.